أنه بدأ التمهيد لمسألة مقاطعة الفريق الوطني الجزائري لكأس إفريقيا. خليني نقرأ لكم هذا الموضوع الذي نشرته جريدة الشروق الجزائرية. خليني نقرأ لكم، والله موضوع يعني ما أدري ماذا يريد هؤلاء. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم أمجاد الصحراء المغربية. الإعلام الجزائري أو بأحرى كبرانات الجزائر يمهدون لمقاطعة الكان بالمغرب، كان 2025 المقام بالمغرب. الاخوان ديالي ما يخفاش عليكم، الناس اللي كتفرج في يوتيوب تكونوا سمعتوا الاعلام الجزائري كيهضر على ان هناك مفارقه باش ان المنتخب الجزائري يشارك في كاس العرب ويخلي كاس افريقيا. فغادي نسمعوا في هذا الفيديو الاخوان ديالي، يعني واحد الجريده ديال الشروق الجزائريه واللي حطات واحد البلاغ، وحنا كنعرفوا هاد القناه فهي ناطقه بلسان العسكر، وكنعرفوا هاد البلاطويات اللي كيكونوا كيخرجوا كيهضروا كاملين جماعه على المغرب، فان هاد الاعلام موجه وكاين واحد يعني خطاب تحريضي او كيوجهه للشعب الجزائري باش الا قاطعوا الكان في المغرب يعني تكون عاديه جدا. حنا عارفين كتبدا دقه دقه، كيبداو يلوحوا لك شويه الاخبار اليوم غدا باش كيوصلوك للحدث اللي بغاو يوصلوا ليه. فغادي نمشيو نسمعوا في هذا الفيديو انور مالك يعني يهضر على هذه القضيه هذه، وعطاهم العصير في كاس كبير كما تنقولوا الاخوان ديالي، بين بزاف ديال الاشياء. فيديو جميل الاخوان ديالي، ما كرهتش اي واحد فيكم شاف الفيديو بديك عليك لايك بارطاج شي كومونتير، شوفوا نتوما وحكموا واش فعلا الصحافه الجزائريه كتوجه الراي العام باش انه يقاطع يعني الكان اللي غتنظم بالمغرب. وحنا عارفين بزاف ديال الاسباب اللي كيخلي ما بغاوش ان الجزائر تشارك، منها البنيه التحتيه ومنها التقدم اللي وصلوا المغرب. ما بغاوش الجزائريين يجيو هنا ويشوفوا داكشي هذا. نمشيو نسمعوا هذا الفيديو ونرجعوا في النهايه ديالو. انه هناك كأس إفريقيا سينظم في المغرب في 2025. خليني أنا لست بصدد الحديث عن الأخبار تاع التأجيل والوعود والأمور هذه والترويج الإعلامي الجزائري الذي روج إلى هذا الموضوع على أساس أن المغرب فشل في تنظيم الحكايات هذه. ما ماني بصدد الحديث عن هذا الموضوع، لكن في ظل هذه النزعة اللي بدأت تتصاعد لدى الجزائر مقاطعة المناسبات هذه عن المغرب بعد فريق نهضة بركان كرة اليد، وأيضا هذوك تاع المصارعة، بدأت تتصاعد هذه النزعة في مسألة مقاطعة هذه المناسبات الرياضية بسبب الغريب أنه بدأ التمهيد لمسألة مقاطعة الفريق الوطني الجزائري لكأس إفريقيا. خليني نقرأ لكم هذا الموضوع الذي نشرته جريدة الشروق الجزائرية. خليني نقرأ لكم، والله موضوع يعني ما أدري ماذا يريد هؤلاء. صارت مهزلة بعد عجزها عن تحديد المكان والزمان. ما الذي سيضر المنتخب الجزائري لو يقاطع كأس إفريقيا؟ خالصا عندما نعلم بأن تاريخ وملاعب مباريات كأس أوروبا بعد القادمة في سنة 2032 التي ستقام ما بين إيطاليا وتركيا قد تم تحديده، ونتابع الفولكلور الإفريقي الذي يصاحب كل نسخة، ندرك بأن القارة التي بدأت إجراء كأس في كرة القدم في سنة 1957 هي في الحقيقة لم تبدأ بعد. الذين يظنون بأن المكان والزمان الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا هو نهائي خاطئ، ففي القارة الإفريقية كل شيء ممكن، منذ أن تقرر رفع عدد المنتخبات إلى 24 ومنذ أن تقرر الإبقاء على فترة سنتين ما بين منافسة وأخرى، لأن القارة تتخبط في الفوضى العارمة منذ 30 سنة عندما اختارت الجزائر أو الكونغو الديمقراطية لاحتضان إفريقيا 94، من دون أن تدرك بأن الجزائر غير قادر حتى على تنظيم مباراة محلية واحدة لترفع الجزائر الراية البيضاء ويتم تحويل المنافسة إلى تونس. وليت الأمر كان استثناء، بل إنه تحول إلى قاعدة. ففي النسخة الموالية سحب التنظيم من كينيا التي أعلنت عن دم جاهزيتها في سنة 1996، وتم الاستنجاد بنيلسون مانديلا الذي تحمس لاستقبال بلاده جنوب إفريقيا للتظاهرة والفوز بها. وبدل أن يطلع أيضا الأفارقة أعادوا الكرة في سنة 2000 عندما وثقوا بعهود زيمبابوي، ثم لاحظوا أن البلاد غير جاهزة إطلاقا وربما لن تجهز مستقبلا، فاستنجدوا بنيجيريا وغانا سويا. وبقيت كأس إفريقيا تثير الحرج والدهشة عندما صارت تخطف اللاعبين من أنديتهم الأوروبية لمدة قد تزيد عن الشهر وترميهم في جحيم المنافسة، ومنهم من يفقد نهائيا مكانه مع ناديه في دورة تلعب كل سنتين وفي قلب المنافسة المحلية.
والمغرب، المهم هذا تمهيد كل حكاية المغرب. والمغرب الذي منحته الكاف شرف الاستضافة في سنة 2025 هو نفسه انسحب سابقا وتحجج بوباء إيبولا، فكان الاستنجاد بغينيا الاستوائية كما تم الاستنجاد بجارتها الجابون لتعويض ليبيا في النسخة التي تلتها، ثم جاء الدور على النسخة القادمة التي ادحرجت من الصيف إلى الشتاء ودخلت سنة المونديال 2026 وستلعب أخطر لعبة بمصر الكرة بمصير الكرة الإفريقية. وإذا كان موتسيبي قد باع الوهم عندما قال بأنها ستكون الأحسن، فإن الواقع يؤكد أن التاريخ المختار هو فخ حقيقي، وربما عدم المشاركة لن يضيع للغائب أي شيء. هذه الفوضى العارمة التي تعيشها منظمة الكاف الغنية في قارة فقيرة تسد نفس أي عاشق للعبة كرة القدم، وحتى الفوز بكأس إفريقيا ما عاد له طعم. وزمن الثمانية منتخبات التي تجري مبارياتها في مدينتين وملعبين أحسن مما صرنا نراه، والجزائر من حقها إذا حقق التأهل لكأس العالم وهي قريبة من هذا المسعى أن تفكر جليا في المشاركة في الكان من عدمها في بلاد مستضيفة رأس مالها الاستفزازات وفي زمن يسبق المونديال ببضعة أشهر فقط. ماذا تستنتجون من هذا الكلام؟ أنا أعتقد بأن هذا الكلام هو تمهيد لمقاطعة الجزائر لكأس إفريقيا، وربما حتى كأس العالم الذي سينظم في المغرب والبرتغال وإسبانيا ممكن الجزائر يا تقاطع يا تعمل ما في وسعها حتى لا تتأهل. بغض النظر على من يقف وراء هذا المقال وهذا التمهيد وهذا الكلام، أراه يتردد كثيرا عبر صفحات اللي تابعة معروفة من اللجان التابعة المخابرات وما إلى ذلك من هذه الأمور. راهي أصبحت ظاهرة حقيقة. لكن ليش تعزلوا في الجزائر؟ يعني لما التقارير الدولية تتحدث الآن على أن الجزائر تعيش عزلة واقع، العزلة ما هي سياسية فقط ولا دبلوماسية ولا أمنية ولا اجتماعية ولا ثقافية فقط، كل شملت كل المجالات. والآن صارت تتجه نحو العزلة الرياضية، يعني الجزائر راهي تتجه أنها خلاص لا تنسحب نهائيا من الاتحاد الإفريقي. والسبب هذه الحملة على موتسيبي بسبب ملف المغرب. معناها أننا اللي نعرف أنه دولة لما تدخل في أزمة مع دولة أخرى ما تعزلش نفسها، تعمل على عزل الطرف الآخر، هكذا معروف فيها في الصراعات، رغم أنني ضد أي عمل في هذا الإطار يتم من خلاله استهداف المغرب. المغاربة أشقائنا ونحن أشقائهم، هذه الحقيقة. لكن من المعروف في الأزمات الدولية أنه زوج دول كي يدخلوا في أزمة ما بيناتهم إذا كان كل واحدة تعمل على إبعاد الأخرى. المشكلة في هذه العلاقات في هذه الأمر نتاع الجزائر والمغرب أن المغرب ما يعملش على عزل الجزائر، الجزائر تعمل على عزل نفسها بفوبيا المغرب. أصبحت هناك ما يشبه الهوس والجنون بالمغرب. يا جماعة أقسم بالله العلي العظيم ما يحدث يقر في النفس، يقر في النفس. خليتونا صغار إلى هذا الحد، خليتوا الجزائر صغيرة. عندكم مشكل مع المغرب خرجوا للعيب. علاش تروح للبوليزاريو وتعطي له بنادق وتعطي له شويه سلاح تقول له ضرب المغرب؟ هذا عمل تاع جبناء. انسوا البوليزاريو جدها حلوه، روحوا اذا كان عندكم مشكل مع المغرب اخرجوا، اذا كنتم رجال ادخلوا في حرب مع المغرب. نتحداكم، مش انكم تخافوا من المغرب ولا تخافوا من المشرق ولا شيء، خافوا من اسيادكم في باريس وواشنطن وغيرهم. نقولها هاي، خلينا من العنطريات الفارغه. اذا كان المغرب دار فيكم هذا كل واصبحتم مهووسين الى هذا الحد بالمغرب، ادخل معاه حرب. يا سيدي مش قادر على الحرب لانه ما قادرين، والله ما تقدروا على المغرب. هاني زيد نقولها لك، راهو جيشنا جيش جبهه، هاني نقولها وانا ابن المؤسسه العسكريه. يا جماعه كانوا جماعات ارهابيه من الجيه والمية والجماعه السلفيه للدعوه والقتال، اقسم بالله خلتهم العسكر يبكوا من الكازرنات كي يعيطوا لهم يقولوا ديروا لنا ليست نتاع مكافحه الارهاب، يظلوا يبكوا. اكل اللي كومباني اللي يطلعوهم من الجبال والله يطلعوا يبكوا بالدموع، وانا كنت شاهد عليهم وكانوا يقراوا عندي. جاي تقول لي تقول نخوض حروب؟ عسكر تاع كرشو، عسكر بطاطا، عسكر تاع استعد واستريح ولزفيرات ومرسو تراب وبعثني فلان وبعثني فلتان ونتاع السرقه من الاوردينار ما نعرفوهمش. الله يخليك، خلينا من العنطريات هذه والاسلحه اللي توروا فيها وكذا وكذا، لا تساوي شيء. هذا والله ما تقدروا عليه. امر اخر، الامر الاخر انكم انتم اصلا لا تملكون قرار السلم والحرب في هذه المساله. كما تملكون قرار السلم والحرب. لو جيتوا تملكوا قرار السلم والحرب، اما تدخلوا في حرب مع المغرب على الشيء اللي تقولوا فيه اعمال عدائيه، قتلنا الجزائريين، حرقنا الغابات، دعمنا في حركه انفصاليه باش تقسم التراب الجزائري، كل هذا الشيء انتم بعد ساكت؟ مثل ما داروا مع الامارات، مسحتوا فيها كل شيء. ولما التقى تبون، التقى محمد بن زايد، ادبوا محمد بن زايد حتى ولا يهدر بطريقه تاع لي فويو في حاله اضطراب، والاخر كان في حاله راحه تامه، وصل له ما يريد من المساجات.
ورانا تحدثنا عليها في الحلقه الماضيه. امر اخر، فضحوا المغرب، في المغرب دار فيكم الشيء هذا كله، علاش راكم مخبيين؟ هيا بينوا لنا ادلتكم، بينوا بان الجزائر دوله عندها مخابرات، دوله تجيب المعلومات، تجيب التوثيقات، دوله لا تتهم الاخرين بباطل، بل عندها الدليل، هذه الادله. ثم بعد ذلك حاسبونا اذا لم ننتقد المغرب او انه ندين هذه الافعال، حاسبونا حينها وقولوا رانا عملاء المخزن. كلكم كذب في كذب، كله من اجل تدجين الشارع الجزائري، تدجين الشارع الجزائري، تخويفه عن طريق هذا البعبع، استيراد البعبع من الخارج فقط للمساس بالجزائر وضرب مصالح الجزائر. تعملوا على عزلتها، راح الان يمهدوا باش الجزائر ما تشاركش في كاس العالم او كاس افريقيا، والسبب ربما راح تقع عقوبات. يعني ما تخلوش الجزائري حتى نقول لك كاس افريقيا ما عندها حتى معنى، على شكل عرس اللي 2019 قلبتوا الدنيا على كاس افريقيا، علاش كاس العرب اللي ما عندوش قيمه كبيره صار يحتضنوا سعيد شنقريحه قريب يبكي حتى غير لي كوش ديال. المهم اخواني الكرام انه هناك تمهيد ان الجزائر ستقاطع اذا كان بقي هذا النظام، يعني 2030 راه ما زالت 6 سنين، يا ربي خلصنا من شنقريحه وتبون، هذا ما نسال الله تعالى انه يخلص الجزائريين منها. اذا بقاو هؤلاء الزعران يحكموا الجزائر، والله الجزائر تقاطع كاس افريقيا وتقاطع وتعزل نفسها ونفسها ونفسها، لانه هم علاش يريدون عزل الجزائر؟ شفتك المافيا يا اخويا، ما تهدرش عليا، خليني نقتل في شعبي، نسجن في شعبي وما عندكش هذا الاخوان ديالي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. اللي مازال ما مشاركش معنا في الصفحه يشارك وفعل زر الجرس باش ما حطينا الجديد ديالنا يوصلوا. هو الاول كما سمعتوا الاخوان ديالي، يعني هناك نيه مبيته من الكبرانات او من الاعلام، يعني كيتسوقوا واحد الاخبار. علاش هادشي كنا كنسمعوه شحال هادي، ودابا بحال بدا كيتاكد بان يعني الجزائر ما باغياش تشارك في هاد الكان المغربي، وربما حتى في كاس العالم الا كان غيتنظم هنا، الا بقات الامور غاده بهذه الحده هذه وبهذا، يعني حتى كاس العالم كنظن ما غاديش تبغيهم يشاركوا، يجيو يشوفوا الملاعب، البنيات التحتيه، الطرقات، يعني المغرب فين وصل وهما فين باقيين. لهذا كنظن ان هذه القضيه اللي قال انور مالك فممكن تكون يعني بصفه كبيره جدا. حنا كنعرفوا يعني المقاطعه بدات من شحال هذه، والناس راه كيخدموا على هذا الشيء، ماشي وليد الصدفه ديال هذا النهار ولا ديال غدا ولا ديال بعد غدا، ولكن كيحاولوا انهم يسوقوا هذه الافكار هذه باش الشعب الجزائري يتقبلها. وحنا عارفين راهم زرعوا ذاك الحقد ديال والكره تجاه المغرب في الجزائريين. يعني الشعب الجزائري دابا كتسولوه كتلقاه تيقول لك لا المروك دارنا، المروك فعلنا. يعني هذا ما هو الا ذاك الخطاب ديال الصحافه كيتحول للشعب الجزائري، وكيولي ان كاين واحد الخطاب ضد المغرب، وغتولي ساهله انك تقنعه انه يقاطع المغرب او ما يجيش يشارك في المروك. كتسمع كيكونوا دايرين صحافه كيستجوبوا بعض الطياف ديال الشعب، تيقول لك المروك دارنا، المروك قطع علينا الماء، المروك دارنا، المروك فعلنا، المروك تركنا. يعني سهله جدا انه يقول لك المروك، يعني ما نمشيوش نشاركوا حنا كاع ونهنيو راسنا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تشوفوا فيديو جديد والسلام عليكم.